السلام عليكم أصدقائي وأعزائي المشاهدين. اليوم راح نحكي قصة بعنوان أمانة بنت. أكو يوم من الأيام كانت عائلة تتكون من الأب والأم وبنتهم الوحيدة. فبيوم من الأيام صادف الأب عنده عطلة من العمل مالته، فكان ما عنده شغل، فقرر أن ياخذ عائلته بجولة يتجولون بالمدينة. فويا ما طلعوا بالمدينة اكو شخص كان يمشي مستطرق امامهم، فوقعت من عنده فوقعت من عنده، سقطت من عنده قطعة من الذهب. فهاي القطعة من الذهب من سقطت من عنده هو ما انتبه، بقى يمشي بطريقه. فهذا الرجل أخذ القطعة مال الذهب وحطها بجيبه. فبوعت عليه مرته وبته فسألوه قالوا له انت ليش اخذتها وحطيتها بجيبك؟ فهو جاوبهم قال لهم هذا مو من شأنكم انتم، ما يخصكم. فورا ما رجع للبيت وخلاها بمكان ضمها بالخزانة مالته، وراح للعمل مالته ورا ثاني يوم ومكيف وسعيد وفرحان. ف لأنه لقى قطعة ثمينة جدا. فويا ما لقى قطعة ثمينة جدا وراح للعمل ومكيف وفرحان. فالأم هي وبتها راحت للسوق تاخذها وياها، تصطحب بتها وياها تاخذها للسوق. فشافت فجأة انه اكو مخلين لافتة على المحل معلقينها مكتوب بيها اي شخص، منو الشخص اللي يعثر على هاي، اللي يلقي هاي القطعة من الذهب المفقودة الى مكافأة قيمة. القطعة الذهب المفقودة اللي لقاها هذا الرجل يعني زوجها. فالبنية بنته ويا ما راحت هي وامها وشافت اللافتة، فانتابها الشعور وتذكرت انه ابوها لقى القطعة مال الذهب وحطها بجيبه. فويا ما رجعوا من السوق رجعوا للبيت، فأخذت هاي القطعة مال الذهب، كانت تروح على العنوان المكتوب باللافتة. فأخذت العنوان وراحت له، فلقت الشخص وهو شخص ثري جدا طبعا. قال لها أنا أشكرك يا بنتي وأريد أن دل مكانكم، أعرف مكان عنوانكم وين. فالبنية منطت العنوان لأن خافت أن تعطي العنوان. فرجعت بوحدها للبيت وبدأ هذا الشخص يتابعها، يتجسس عليها، يشوف هي وين ساكنة. فويا ما وصل للبيت بقى ينتظر يشوف البيت الساكنة بيه. فبنفس اللحظة اجى الأب أبو البنية ولقى القطعة ما موجودة، ونزل عليها بالضرب وبدأت تصرخ صرخات متعالية وقوية جدا. فسمع هذا الشخص هاي الأصوات وصوت الضوضاء والصياح والصراخ. فبدأ ينزعج وما عرف شلون يتصرف. فالأب طلع الأم وبتها، زوجته وبتها، طردهم من البيت. قال لهم انتو شلون تنطون هاي القطعة الثمينة؟ لأن هو كان كاتل الطمع، كان شخص عنده طمع شديد. فطردهم من البيت، ويا ما طردهم سد الباب وراسا نجا هذا الشخص الثري جدا نجا عليهم. فقال لهم بالموضوع. فهي هاي البنية اندهشت وانه قالت له هذا انت، فانه عرفت انه الشخص نفسه اللي انطته القطعة مال الذهب. قال لها بنتك انطتني القطعة مال الذهب وهي ايضا انسانة من ذهب، واني اتمنى ان اتقدم لها اذا انت يعني تقبلين بعد موافقتك انت، اذا تقبلين ان تكون زوجتي، يعني اطلب ايدها من عندك وبعد موافقتك. فالام من سمعت هذا الكلام فرحت فرح شديد وقعد واخذها البتها وتزوجها وعاشت عيشة سعيدة وبرفاهية. وامها ايضا انطاها بيت وامنهم وعاشوا عيشة سعيدة.
أصدقائي وأعزائي المشاهدين، إلى حد هنا تنتهي هاي القصة. وإذا عجبتكم هاي القصة شاركوها ويا الأهل ويا الأقرباء ويا الأصدقاء، وشيروا هاي القصة في كل مكان. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتدوسوا لايك، وانتظروني في حلقة أخرى مع قصة أخرى. وشكرا لكم وإلى اللقاء.